صباح الخير، شلونكم حبايب؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. طبعا حبايب اليوم مثل ما تشوفون راح اسوي هاي، راح اسلق دجاج. البارحة بالليل سنوجي راد مندي دجاج، فراح اسلق دجاجة على النص وبعدين اشويها. غسلتها طبعا اني غسلتها بالخل، وراح اخليها هسه. خليت ملح اول شي، وهذا الكركم، وهاي بهارات دجاج، وهاي راح اخليه ورق الغار، وراح اخليه هيل، وراح اتركه يسلق على النص وبعدين اشويه حتى يستوي زايد اريده، لان سنودي البارحة قال لي اريده مستوي، اريده طيب. فهسه هاي الدجاجة مثل ما تشوفون قسمتها، فتحتها من الجهة الثانية بالشكل هذا زين، وراح اسلقها على النص مثل ما قلت لكم. وهسه راح اطبخ التمان بين ما تستوي الدجاجة. هسه حبايب راح نجي على طبخ التمان. خليت شوية بصل لأحمص، بصل كلش قليل خليت. هاي الدجاجة بعدها هسه راح نحمص شوية البصل على النص، وراح اخليه معجون وتوابل ويا لغيها. هسه بعد ما صار البصل شوية تشقر بهالشكل هذا، نخليه معجون، راح نحمسه وياه. حنخلي دارسين هذا الملح، وراح نخلي نوع بصل مطحون. هسه راح نقلبهم سوية، وبعدين ندير التمن. تقدرون تخلون هيل، تقدرون تخلون كركم، اي شي يعني شنو التوابل اللي تعجبكم، بس كركم شي بسيط يعني مو هواي، لان هو تمن احمر. اني اخلي والله بس اليوم ما رادوا. هاي حبايب درنا التمن. هسه راح اغطيه واتركه يستوي، ونشوف الدجاجة بعدها بعد ما مستوية كلش على النص مثل ما قلت لكم. اني اسويها على النص وبعدين ادخلها بالفرن. وهذه الدجاجة بعد ما سلقت طلعتها من الجدر. هسه خليت لها شوية دبس الرمان، وشوية حامض وكاتشب، وشوية معجون، وراح ادخلها الفرن. وهنا خليت الدجاج فوق التمن بعد ما استوى، بقى شوية يعني يتهدر، راح اخليه يتهدر نسويه. وهاي السيليفون راح اخلي الفحم، هاي خليت الفحمة، راح ادير شوية زيت، راح اغطيه واتركه فد 10 دقايق. وهاي كمال المندي صبينا الغدا الفهودي وسنودي. شان مندي خبل سويت لهم اللبن وياه. وهسه حبايبي راح يتغدون، والف عافية. واذا عجبكم الفيديو اللي سويته اليوم لا تنسوني من الاعجاب والاشتراك بقناتي، واللي ما مشترك فضلا وليس امرا اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشتراك. يلا حبايب، باي، مع السلامة.